السلام عليكم ومرحبا بكم في الجيري من اندونيسيا ولا جزائري في اندونيسيا. لما تسافر لبلاد ثانية اكيد راح تشوف وتكتشف بزاف امور، وكاين بزاف من الامور هذيك اللي راح تلفت انتباهك. انا كجزائري في اندونيسيا كاين 5 اشياء لفتت انتباهي. الحاجة الأولى اللي لفتت انتباهي هي كثرة المساجد وأماكن العبادة. كما قلت لكم في الفيديو السابق، المساجد متوفرة في كل مكان، بين مسجد ومسجد كاين مسجد، يعني في كل حي عندها المسجد تاعها. إضافة إلى ذلك، وين ما تروح في الأماكن المغلقة، في المول، في البارك، في المسبح، حتى في الشاطئ، لما تروح للشاطئ للبحر تلقى مصلى، تلقى مكان مخصص للعبادة. والمساجد هنا مش معمرة كثير. علاش؟ نفس السبب، لأنه لما يأذن الأذان اللي ساكنين بجنب المسجد يروحوا للمسجد القريب لهم، فالصفوف ممكن تلقى صفين 3 مش معمرة. تتعمر كثير لما يكون صلاة العيد. صلاة العيد لأنهم هم يصلوا، يطبقوا السنة ما شاء الله، يصلوا خارج المسجد، يصلوا في باحة المسجد ولا في بارك هكا حاجة مغلوقة، يدوا لها المنبر ويديروا السجادات كما راكم تشوفوا في الفيديو هنايا. هذه صور مأخوذة من صلاة عيد الأضحى. هذه في صلاة عيد الأضحى، راك تشوفوهم يصلوا لبرا، راك تشوف الشجر، فهما يصلوا لبرا ويكون صفوف ما شاء الله للرجال والنساء. فمن الجانب هذا إن شاء الله أكون مهني. والمساجد الثانية تتعمر كي تكون صلاة تراويح في رمضان. الناس بزاف يخرجوا يصلوا تراويح، رجال، نساء، ذراري، ما شاء الله يعني. والشيء الثاني اللي لفت انتباهي في المساجد العمران، الارشيتكتور. عندهم بناء عصري. وكاين واحد المسجد هنا في مدينة اسمها باندونغ ما فيش أعمدة، ما فيش أعمدة، جاي ديريكت شغل الصفوف ما ينفصلوش كاع على بعضهم. المهم هما يصرفوا بزاف على المساجد وترميم المساجد. حاجة مليحة ماشي مليحة الله أعلم. المهم هذه موجودة في أندونيسيا وهما فرحانين بها. الشيء الثاني اللي لاحظته في أندونيسيا وهو البنى التحتية. يا أخي عندهم واحد البنى التحتية ما شاء الله تبارك الله. ناطحات السحاب كأنك في أمريكا ولا في أستراليا ولا لاشين. ناطحات السحاب من طوابق، يعني تفوت 50 طابق. ومعظم ناطحات السحاب هذه هي شركات، عبارة عن شركات، وشركات هذه خاصة. تلقى بناية مع الباش من 70 طابق كاملة تابعة لبونكة واحدة، ولا فندق من الفنادق المعروفة 5 و7 نجوم، أو شركات الاتصال يا إما عامة ولا خاصة. على العموم تقريبا معظم ناطحات السحاب هذه راح تكون شركات خاصة وشركات دولية، هنا يستثمروا هنا في إندونيسيا. وهذو الشركات، هذو الناطحات السحاب تلقاهم في المدن الكبرى أكيد، في العاصمة جاكرتا وفي بعض المدن الكبرى كما احنا عندنا الجزائر وهران، عنابة، قسنطينة، سطيف إلى آخره. فدا وين ما تروح المدن الكبرى هذه تلقى فيها ناطحات السحاب. شبكة طرقات هنا يعني ما شاء الله. هنا يبنوا طرقات يعني عريضة بزاف كبيرة، تلحق حتى 5 ولا 6 لين هكذاك. وكاين لونكومبرومون سيركيلاسيون كحلة كيتا مع العشية ولا مع صباح ربي. مي شبكة يعني الله يبارك كبيرة بزاف. والطرقات هذه مزودة بإنارة الله يبارك، يعني قليل وين ما تروح تريسيتي هنايا براسك جامي راحت. تروح هكذا بالك تروح وتعود تجي، مي ما تروحش بزاف. الحاجة الثالثة اللي لفتت انتباهي هو سهولة البيع والشراء أونلاين. يعني تقريبا كل تعاملاتهم راح تكون أونلاين. كاين بزاف شركات تعرض خدماتها أونلاين، وكاين كونكورونس كبيرة بيناتهم، حتى كاين إشهارات في التلفزيون شكون اللي يقدم أفضل وأسرع الخدمات، وشكون اللي يقدم أفضل تخفيضات، هذاك هو اللي راح يربح المارشي. فأونلاين شوبين داير حالة تنوض صباح تنفح لك طيب كاش عفسة تقدر تكموديها أونلاين. حتى كاين بعض الشركات وعدت الزباين تاعها أنها توصل المنتوج اللي تشريه أونلاين في نص ساعة. شكو كي دي ميو نص ساعة واش كومونديت راهو عندك. تسمى تكوموندي تنوض تغسل وجهك دير قهوة
تلقاه يطبطب لك في الباب. الشيء الثاني اللي لفت انتباهي في اندونيسيا هو طيبة الشعب الاندونيسي، ويرحب بأي واحد خاصة إذا كان مسلم وجاي من بلاد عربية، لأنهم يحبوا العرب ويحبوا اللغة العربية، يحبوا اللغة العربية ويتعلموها ماشي على جال الشعب العربي، ولا لأنها لغة القرآن، لغة الإسلام، فيحبوا يتعلموا دينهم على أصوله، يعني direct from the source، ياخذوه من المنبع كما هو صافي، ما يحتاجوش يترجموه الامور هذه. فدائما يتعلموا اللغه العربيه، وكي يعرفوك عربي دائما يحاولوا يتكلموا معك باللغه العربيه، فيحبوا يحكوا معك بالعربيه، يحبوا يسقسوك بالعربيه، ويتعلموا بزاف امور على بلادك وعاداتك وتقاليدك، ويحاولوا دائما يقارنوها مع عاداتهم وتقاليدهم. ما همش عنصريين، تعيش في وسطهم عادي ويرحبوا بيك وكل شيء تمام. الشيء الخامس والأخير اللي لفت انتباهي هو استعمالهم للتكنولوجيا، راهم up to date with the technology، راهم اجور مع التكنولوجيا، عندهم كل شيء خلاص، ورقة وقت الورقة وستيلو، دوكا كل شيء اونلاين. حبيت دير باسبور، تفتح كونت بونكار، دير بيرمي، تقدر تدخل الويب سايت تعمر المعلومات اللي يطلبوها، ومن بعد تروح تلقى كل شيء واجد. ومؤخرا فتحوا أذكى مطار في العالم، كي تحبط من الطيارة تدخل في واحد تونال، تمشي 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 حتى تلقى روحك لبرا، ما كان لا بافيست لا والو. هذاك التونال معمر كاميرا، الكاميرات هذوك يعطوا لهم كاع المعلومات اللي يسحقوهم عليك انت، تما راك تجوز وراهم يسكانيو فيك، شغل ترميناتور بكري. هذه هي الخمس اشياء اللي لفتت انتباهي كجزائري في اندونيسيا. وانت واش لفت انتباهك، قريت ولا سمعت ولا شفت على اندونيسيا؟ اكتب لنا في تعليق وخلينا نستفادوا مع بعض. بارك الله فيكم، شكرا على المتابعة، ما تنسوش ديروا لنا اشتراك، تفعيل الجرس، وديروهم قاعكم تعرفوا. تهلاو في رواحكم، نشوفكم في الفيديو الجاي إن شاء الله. كالعادة إذا كش ما عندكم استفسار ولا معلومات حابين تعرفوها خلوها لنا في الكومنت، وإن شاء الله نرد لكم في أسرع وقت ممكن. هاي تهلاو في بعضكم، سالوا على كش واحد. السلام عليكم.